التشكيل الأقرب إلى معلومة بنسبة 95% إن شاء الله حسب المعلومات الصادرة من داخل النادي الأهلي. في حراسة المرمى هيكون موجود كابتن محمد الشناوي. ربما يكون هناك انفراجة في أزمة نادي الزمالك وعودة الأرض لنادي الزمالك. هناك عرض لتقديم أرض جديدة لنادي الزمالك في التجمع الخامس بين ظفري على رأي الشوالي، أو بين قوسين كده الزملكاوية ياخدوا بالهم إن أنتوا الدولة بتقف جنبكم. نصيحتي للزملكاوية بلاش تسمع لنخبتك، لأن نخبتك كدابة ومدلسة، وزي ما انت شايف تصريح كابتن طارق السعيد كذب وتدليس، تصريح كابتن ميزو كذب وتدليس. السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من مهاجم الاهلي. حلقة النهارده هنتكلم فيها عن مباراة النادي الاهلي وبيراميدز غدا السبت ان شاء الله في تمام التاسعة على استاد السلام. والتشكيل المتوقع، او خلينا اقول التشكيل الأقرب إلى معلومة بنسبة 95% إن شاء الله حسب المعلومات الصادرة من داخل النادي الأهلي هيكون إيه. هنتكلم عن مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك، وفي الآخر هناخد سكرينات للرد على بعض النخبة الزملكاوية خلال الفترة اللي فاتت. نبدأ بمباراة الأهلي وبيراميدز. التشكيل المتوقع واللي واصل لنا بنسبة 95%، وهنتقابل بعد المباراة إن شاء الله. في حراسة المرمى هيكون موجود كابتن محمد الشناوي مش مصطفى شوبير. قدامه 2 قلوب دفاع، بيكهام واشرف داري. باك يمين عودة محمد هاني، باك شمال كريم فؤاد، والف مبروك يا كريم على التجديد. في نص الملعب 2-6 ديانج واحمد رضا، واحمد رضا هيكون له بعض المهام الهجوميه. قدامهم زيزو، وينج يمين تريزيجيه، وينج شمال بن شرقي، وده المفاجاه النهارده او المفاجاه الحلوه النهارده. وقدامهم محمد شريف مش جراديشار. يعني انا مش هتطرق كتير للامور الفنيه ومش هتكلم كتير على التشكيله، لان اوريدي لعيبه النادي الاهلي كلهم كلاس ايه وكلهم لعيبه كويسه جدا، لكن المشكله عندي مش في اللعيبه. وخلينا كمان اروح اقول لك ان المشكله كمان مش حتى في المدير الفني، انا مشكلتي كبيره جدا مع اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي عندها صبر شديد على المديرين الفنيين، بيتعمدوا الفترة اللي فاتت ان هم يتبعوا اسلوب التجريب مع النادي الاهلي، لكن انا في اعتقادي التجريب ده ما يكونش فيه ظروف زي اللي احنا فيها. انت النهارده مطالب ان انت تفوز في ببطولة الدوري العام، او على الاقل تحصل على المركز الثاني عشان تصعد افريقيا. مطالب ان انت تحقق البطولة الافريقية، كل ده هدفه ان احنا نشارك في الانتر كونتيننتال، وان احنا نشارك في كاس العالم للاندية، لانها بيمثل النادي الاهلي دخول كبيرة جدا دولارية. فالامر ما فيهوش هزار، ما فيهوش مجال للتجريب. فانا شايف ان ريبيرو عنده مشكله كبيره جدا مع النادي الاهلي. انا ما عنديش مشكله ان المدرب ياخد وقت ان هو يحاول يطبق اسلوب لعبه او يطبع اللعيبه على اسلوب اللعب بتاعه، لكن انا عندي مشكله في قراءه المباريات حتى من قبل الماتش. مش بتكلم كوتش على الخط ان هو يقف في المباراه ويعمل تغييرات او يطبق اسلوب لعب، لكن الف ب كل مدربين النادي الاهلي كل المصريين ال 100 مليون ولا 120 مليون مصري عارفين كابتن علاء عبد العال مع غزل المحله بيلعب ازاي، او مع اي فرقه بيلعب معاها، وان الراجل بيرص الاتوبيس ورا ولعبه كله دفاعي. الف ب برضه هتسال اي حد، اي محلل، اي حد بيفهم في الكوره، اي حد حتى ما بيفهمش في الكوره وخدت رايه في المباريات اللي زي دي ايه الطريقه اللي ممكن تخليك تكسب بيها، هيقول لك رقم 1 تسديدات من خارج المنطقه. يبقى هلعب بناس عندها القدره على التسديد من خارج المنطقه. هيكون في تعليمات للعيبه ان هي تسدد من خارج المنطقه عشان نفك التكتلات دي حتى بجون. الحاجه الثانيه الكرات الثابته، واحنا شفنا الاثنين دول حتى ما فيش اي توجيه ليهم، او مفيش اي مظاهر ان اللعيبه دي اتدربت او خدت اوامر بان هي تنفذ الامور دي داخل الملعب. دي مشكله كبيره جدا. احنا بنتكلم في ابجديات الكوره، في ابجديات المواقف اللي ممكن تقابلك مع الفرق المصريه او حتى الافريقيه. هي نفس المشكله اتكررت مع موسيماني في الدوري، اتكررت مع كولر في الفترات الاخيره في الدوري. بتلاعب فرقه عندها تكتلات دفاعيه ما عندكش القدره ان انت تفك التكتلات ديت. فدي مشكله بالنسبه لي كبيره، ان النادي الاهلي دايما عنده صبر شديد على المدربين اللي بيبقى ظاهر من الله الوهله الاولى هيكون شكلهم عامل ازاي خلال المواسم او خلال الموسم اللي احنا موجودين فيه.
فمش عايز تاني اكرر مشكله كولر والصبر الشديد عليه حوالي سنه كامله ضيعت علينا كميه لعيبه وكميه فرص وكميه مداخيل دولاريه للنادي الاهلي وكميه بطولات خسرناها وكميه ماتشات كانت سهله ان احنا ناخدها وما خدناهاش بسبب الصبر على المدرب. يا ريت اتمنى ان المعلومات اللي جايه ان النادي الاهلي قد يكون مباراه بيراميدز ونهايه السنه دي اللي هي لحد شهر 12 هيكون اختبار لريبيرو، ولو ما حصلش توفيق هيكون في تغيير للمدرب. اتمنى تكون دي المعلومه صحيحه ان شاء الله. نروح على المعلومه الثانيه او الموضوع، نروح على الموضوع الثاني وهو موضوع ازمه نادي الزمالك، وده هاخده في بريف سريع جدا. اخر المستجدات ان حصلت مقابله او لقاء ما بين مجلس اداره نادي الزمالك او ممثليه مع ممثلي رئاسه مجلس الوزراء، وتم التقديم بمذكره لمجلس الوزراء هيتم مناقشتها. فربما يكون هناك انفراجه في ازمه نادي الزمالك وعوده الارض لنادي الزمالك، او في اسوأ الظروف هناك عرض زي ما بعض الاعلاميين اتكلموا عنه ان هناك عرض لتقديم ارض جديده لنادي الزمالك في التجمع الخامس. يعني انا اتمنى ان شاء الله حتى لو يحصل اكسبشن واستثناء لنادي الزمالك والارض هترجع له، لكن انا ما عنديش مشكله في ده، بالعكس انا تمام. يعني لو نادي الزمالك هترجع له الارض دي حاجه مش مشكله خالص فيها كاهلاوي، لكن انا بس عايز بين ظفري على راي الشوالي او بين قوسين كده الزملكاويه ياخدوا بالهم ان انتوا الدوله بتقف جنبكم وبتجاملكم مجاملات فجه. انا دي كل مشكلتي في الموضوع، ان انت ما تجيش تنكر بعد كده ان الدوله بتقف معاك، سواء خصصت لك ارض جديده في التجمع الخامس او سواء حصلت على ارضك القديمه اللي انا والله ما عندي مشكله فيها. وبقول لكم ان شاء الله قد يكون هناك انفراجه، ويا رب ان شاء الله اقول لكم الف مبروك مقدما عوده الارض لنادي الزمالك. نروح على طول بقى لسكرينات لبعض الشخصيات النخبه الزملكاويه للرد عليها كالعاده. يعني هبدا بس بسكرينه كده فيها تصريح لكابتن طارق السيد بيقول النادي الاهلي اذا سافر خارج ملعبه في مباريات كثيره مثلما سافر الى غزل المحله وعاد بتعادل، لو ذهب للاسماعيليه او بورسعيد انا اقول لكم انه هيخسر الدوري من الدور الاول. انا دايما مشكلتي مع نخبه نادي الزمالك، انا عارف طبعا ان هم، انا دايما بتكلم على نخبه الزمالك ان هي دايما عندها تدليس وكذب صريح على جمهورها، لكن انا هرد بالارقام بس على كابتن طارق عشان ما اطولش وانتوا لوحدكم بقى تقدروا تصنفوه في اي منطقه. الاحصائيات بتاعت الاهلي مع الاسماعيلي على ارض الاسماعيليه، النادي الاهلي فايز على الاسماعيلي 23 مره، بينما فاز الاسماعيلي على النادي الاهلي على ارض الاسماعيليه 16 مره، اتعادلوا 17 مره. النادي الاهلي مسجل 189 جون في الاسماعيلي على ملعب اسماعيليه، في المقابل النادي الاسماعيلي مسجل في الاهلي 99 جول. النادي الاهلي فايز على النادي الاسماعيلي 6-0 مرتين، مره موسم 96 97 ومره في 2004 وفي 2005. فانا مش فاهم باي منطق يا كابتن انت بتتكلم النادي الاهلي لو راح لعب في الاسماعيليه هيكون عنده ازمه او مشكله او هيبتعد عن صداره الدوري، او حتى جمهور الزمالك اللي بيدعي المظلوميه دايما وبيقول ان النادي الاهلي بتزيد فرصه وبتفوز بالدوري في مجاملات ان هو ما بيلعبش على ملعب الاسماعيلي. بالعكس مباراه الاسماعيلي في اسماعيليه بتكون مباراه صعبه وممتعه، لكن بيكون نسبه الفوز الاكبر فيها للنادي الاهلي كالعاده زيه زي بره الاسماعيليه، مش فارقه كتير. طيب نروح نشوف النادي المصري، يمكن حد يقول لك المصري مثلا بيقدم مباريات افضل قدام النادي الاهلي في استاد بورسعيد. النادي الاهلي فاز على النادي المصري على استاد بورسعيد 7 مرات، اتعادلوا 7 مرات، المصري فاز مرتين بس على النادي الاهلي. فانا مش فاهم باي منطق انت بتصرح تصريح زي ده الحقيقه، لكن خلينا نقول ان في بعض الجمهور دماغه ممسوحه ما عندوش مخ خالص، بيمشي وراك وبيصدق كلامكم. طيب نروح للتصريح الثاني للكابتن احمد حسام ميزو، بيقول لك هناك اشخاص خائفون من عوده الزمالك لدوري ابطال افريقيا. طبعا هو بيرمي على النادي الاهلي لانهم يعرفون انه الفريق الوحيد الذي يستطيع مجاراتك واللعب ضدك وينتصر عليك هو الزمالك بتاريخه ولاعبيه وجماهيره، وسيكون المرشح الرئيسي للفوز بالبطوله. طبعا زي ما احنا بنقول ميتافيزيقيا، منفصل تماما عن الواقع، عايش في ميتافيرس، عايش في عالم موازي، ما يعرفش الواقع شكله ايه، ما يعرفش التاريخ شكله ايه، او بيدلس ويكذب على جمهوره وما بيحترمش
الجماهير اللي موجوده بتشاهد وبتسمع التصريحات بتاعته. يعني يا كابتن ميدو انت وصلت النهائي في اخر 24 سنه مرتين، مره خسرت النهائي من النادي الاهلي ومره خسرته من صن داونز، وكنتوا اللعيبه عندكم حسب تصريح كابتن شيكابالا بتشاش في الاوضه. فانا برضه انا مش فاهم انت تصريحك ده باي منطق وعلى اي اساس بتصرح هذا التصريح وبتقول ان انت ممكن تمثل ان انت تكون بعبع او بتمثل رعب للانديه الافريقيه ان انت في لوجودك في دوري ابطال افريقيا. خلينا نروح لتصريح تاني لاحد المعلقين المنتمين لنادي الزمالك اسمه عمر نعيم، بيقول موقف زي امبارح واعتراف شيكابالا على الهوا ان 2 لعيبه بيشيشوا كان ممكن يعدي مرور الكرام وخلصنا، بس ازاي؟ ده الزمالك وماده خام للصحافه ومحدش هيحاسبك لان ما عندكش خط دفاع قوي. على الجانب الاخر بركات ما كانش بيروح المنتخب، ما نعرفش ليه، مع انه متالق باعترافه في اكتر من برنامج بالتدخين. كمان لعيبه اخرين في نفس جيله في الاهلي وفي المعسكرات كان بيبعتهم يجيبوا له سجاير، محدش سخف، بالعكس كان ضحك وهزار وبركات ملك الحركات وكنت الهداف وشوف الروح الحلوه. مش بس بيشيشوا بقى، لا ده كانوا بيشربوا سجاير، وغير كده كذا مره حد يتقفش بحريم، بس خلينا ساكتين. المهم الاهلي بيتحارب ما الاعلام والزمالك لا. والله فعلا هو الاهلي يعني هو كاتبها غلط، الاهلي اللي بيتحارب من الاعلام والزمالك لا. بص يا كابتن عمر يا كذاب يا مدلس، الموقف اللي حكاه بركات بيقول ان سيد معوض هو بعت سيد معوض قبل كده يجيب لهم سجاير، فانت هل الموقف ده بركات حكيه وهو موجود في نادي الاسماعيلي مش موجود في النادي الاهلي؟ وهل سيد معوض اللي جاي نجم كبير وميجا ستار النادي الاهلي هيروح يجيب سجاير لكابتن بركات وهو موجود في النادي الاهلي؟ ده على اعتبار ان اصلا الراجل ما اعترفش وقال ان الكلام ده كان سيد معوض لسه داخل النادي الاسماعيلي وكان لعيب صغير، وبركات كان موجود في النادي الاسماعيلي. بالنسبه لعدم وجود كابتن بركات في المنتخب فلا، يعني هو موضوع ملوش اي علاقه بالسجاير ولا التدخين ولا علاقه بالاداء. بركات ما كانش بيحب يروح المنتخب زي شيكابالا ما كانش بيلتزم وما كانش بيحب يروح المنتخب. وبركات قعد سنين طويله جدا بالمناسبه بيروح المنتخب عادي جدا، احنا بنتكلم في فتره كان معدي فيها ال 32 او 33 سنه من بعد كاس افريقيا 2006 ما بقاش يروح المنتخب، لكن هو الراجل كان سنه كبر وهو شاف ان هو اكتفى من ان هو ينضم لمنتخب بلاده ويعتزل دوليا. فانا يعني انا نصيحتي للزملكاويه بلاش تسمع لنخبتك، لان نخبتك كدابه ومدلسه، وزي ما انت شايف تصريح كابتن طارق السعيد كذب وتدليس، تصريح كابتن ميزو كذب وتدليس، تصريح واحد منتمي ليكم او معلق منتمي ليكم اللي هو عمر ده كذب وتدليس. فبلاش ان انت تروح للحته ان انت تمسح دماغك وتسمع كلام الناس المنتميه او النخبه المنتميه لنادي الزمالك. وما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.